يلا تاني يوم في الأقصر فطرنا، طبعا قعدنا نتمرجح شوية عشان ننزل المراجيح تبقى روتين وكده أصل. وبعدين انطلقنا للبر الغربي. صباح الدايخة اللي لسه ما ابتديناش اليوم حرفيا، وزهرة الزهر انا مش شايفة عامة، بس انا اهو فين طب يا قلب وتكير هستناك وانا هنا بقى. مش قادرة تعالي بس هتلاقي تحت الطراوة، بس الكلام والله انت ما بتقدر. مش مهم، انت حلوة انت كلت كده بدأنا بوادي الملوك. وادي الملوك بقى عبارة عن مقابر معمولة جوه الجبل، منحوتة في الجبل نفسه، حرفيا مبهرة جدا. اتدفن فيها معظم ملوك الأسرات 18 و19 و20 من عصر الدولة الحديثة اللي هو حوالي 1550 ل 1069 قبل الميلاد، في وادي نهر جاف على الضفة الغربية من مدينة طيبة القديمة اللي هي الأقصر الحديثة. ومن هنا جه اسم وادي الملوك، مع العلم ان الاسم ده مش دقيق قوي لأن في أفراد للعائلة المالكة مدفونين فيه، وفي أفراد غير ملكيين كمان بس كانوا من مستوى رفيع. وادي الملوك عبارة عن وادي شرقي ووادي غربي، والجزء الشرقي هو المشهور اكتر، لكن الوادي الغربي فيه عدد قليل من المقابر. وادي الملوك ككل فيه اكتر من 60 مقبرة بالاضافة ل20 مقبرة عبارة عن حفر بس فاضية وما فيهاش حاجة. اختيار المكان ده بقى عشان ندفن الملوك هو انه في الضفة الغربية للنيل، اعتقادا منهم ان رع اله الشمس بينزل او بيموت هناك كل يوم عشان يتولد من جديد تاني يوم الصبح تطلع لنا الشمس. عشان كده الغرب ارتبط بمفاهيم الموت. كانت معظم او اغلب المقابر في مصر القديمة بتكون في الضفة الغربية للنيل. اتدفن فيه ملوك الدولة الحديثة الأقوياء تحت قمة جرف هرمي يحيط بالوادي، واختاروا الوادي لأن الهرم كان رمز للبعث والحياة الأبدية، وبما أن الوادي منعزل فكان اختيار موفق بالنسبة له، لأن المقابر نوعا ما مستخبية حرفيا. خدوا العبرة من أجدادهم، لأن المقابر وأهرامات الدولة القديمة والوسطى اتسرقوا، فهم حاولوا بقى يحسنوا الموقف نظرا لأن الوادي حرفيا في وسط الصحراء، فالحرامية هيكسلوا يروحوا هناك. الملك مؤكد دفنه في الوادي هو تحتمس الأول حوالي 1504 ل 1492 قبل الميلاد، ثالث ملوك الأسرة 18. كمان بيطلق على وادي الملوك بوابة الحياة الآخرة، وهو موطن لبعض أروع المعالم الأثرية في مصر، من أشهرهم رمسيس السادس، سيتي الأول، توت عنخ آمون. كمان في مقابر زي رمسيس السابع ورمسيس التاسع ومنبتاح وغيرهم كتير وبتكشف أسرار الدفن. تعد مقبرة الملك سيتي الأول الأطول والأعمق والأجمل ضمن مقابر وادي الملوك، وكان سيتي الأول حوالي 1294 ل 1279 قبل الميلاد، وهو الملك الثاني من الأسرة 19، والد رمسيس الثاني، وحملت مقبرته رقم 17 في وادي الملوك. كمان سميت أيضا مقبرة بلزوني نسبة لمكتشفها. ونقدم لكم صباح انا وجدي مش قادرين يرجعوا لي تابوت جدي عشان ندفن. هنرجع نكمل شرح اهو، بس لازم تشوفوني وانا في المقبرة بتصور مع التابوت. صباح صوريني بالفيديو مع اوعي الناس. تعالي انا ومقبرة جدي. حابة افكركم ان اللي بشرحه ده مقبرة سيتي الاول، واحنا مش في سيتي الاول. تم تزيين المقبرة بنصوص جنائزية مختلفة، هي اول مقبرة يتم زخرفتها بشكل كامل بنصوص تتميز بمناظر ونقوش وجودة ودقة زي عهده كملك. النصوص زي أناشيد رع وكتاب البوابات، وكمان قصة هلاك البشرية. وفي السقف مشاهد فلكية بتزين سقف حجرة الدفن، ودي بتحاكي سماء الليل. المقابر اللي احنا دخلناها بقى هما مقبرة رمسيس الرابع KV2، مقبرة رمسيس التاسع KV6، مقبرة منبتاح KV8، مقبرة رمسيس الخامس ورمسيس السادس KV9، مقبرة توت عنخ آمون KV62، مقبرة رمسيس الثالث KV11. حابة انوه لو حد مش واخد باله، انا مسرعة الفيديوهات في المقابر وكده شوية، عاملاها 1.5 عشان هي كانت طويلة قوي. الفلوج كان داخل مثلا في 3 ساعات، يا كنت هطلع بيه مثلا على حاجة وثائقية، يا كنت هنزل بيه في العيد، سرعت كل الفيديوهات تقريبا عشان ننجز، لان بجد الموضوع كان واسع مني جامد. فلو بنجري شويه في الفيديوهات معلش استحملوني، انا اسفه. هتلاقوني بحاول اجيب الكاميرا على وشي وانا طالعه من المقبره عشان اثبت للكون كله ان انا جيت، لان دايما لما بنروح مكان اثري بصور المكان وبنسى اصورني حرفيا 3/4 الاماكن اللي روحتها. انا ما عنديش دليل ان انا روحت، فقلت بقى هتصور في المقابر وانا طالعه وكده، على اساس انه المقبره ورايا
I'm here خلاص، انا تمام، انا مش عايزة حاجة تاني من الدنيا. يا زهرة ارحمينا يا زهرة، ارحمينا يا زهرة يعني يا فاهي. مرمتاح هو ابن رمسيس الثاني، وتولى الحكم وهو عنده 60 سنة، حكم لمدة 9 سنين، وهو الابن ال13 لرمسيس الثاني. ورمسيس طبعا زي ما اغلبكم على الاقل عارف حكم، قعد في الحكم كتير جدا، مات وهو عنده حاجة 90 سنة تقريبا، فعشان كده ابنه حكم بعده. هو الابن ال13 لان الولاد اللي قبله ال12 اللي قبله تقريبا كانوا ماتوا على ما هو وصل الحكم. يعني بجد كانت من اكبر المقابر اللي احنا دخلناها، وكان مسموح لنا ندخلها. طبعا في حاجات بيدخلها المرشدين مع السياح، مش مفتوحة لكل الناس لان هي بتكون برايسي او غالية قوي، وفي حاجات بتكون مقفولة زي ما قلت لكم عشان تتغير من سنة لسنة وكده. من اكبر المقابر اللي احنا دخلناها، وكانت متعبة قوي، كنا مش قادرين نتنفس واحنا طالعين من المقبرة بجد، لان هي كانت طويلة قوي وعمالة تنزل واحنا طالعين بقى حسينا انه هنطلع ازاي يعني. فالموضوع كان مرهق شوية، بس بجد كل المقابر كانت جميلة قوي. وبالرغم من ان كل مقابر فيها نفس الطابع الجنائزي، كل مقبرة كانت حلوة قوي بطريقتها، فاهم؟
forget waiting concerning your charms. If they seem to melt in my arms, it's a dreamer in me. وزي ما انتم شايفين الدكتور سالت لا انا بلوجر، وبجد اتكسفت اوي 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 بجد. دي من الهايلايتس اللي حصلت في الرحلة. كيوت برضو. استنى. صوتي عالي قوي. تعالي اطلعي بقى. انا واجدادي بنمثل الكاميرا مان. هاي. زهرة وجدو. زهراء وجدو. جدي. مقبرة توت عنخ آمون. مقبرتي المفضلة هي مقبرة صغيرة جدا بجد. هي عبارة عن غرفة واحدة فيها تابوت ومنظر فتح الفم اللي بيعملوه للملك. وبيقال ان المقبرة اتسرقت قبل كده، بس الحرامية نسيوا مكانها بحلول الأسرة 20. ده في الغالب بسبب ان العمال اللي بيعملوا المقبرة بتاعة رمسيس السادس بنوا مأوى فوق مدخل مقبرة توت عنخ آمون. فضلت محفوظة لحد سنة 1922 لما هاورد كارتر اكتشفها. وقت الاكتشاف الموميا كانت في 3 توابيت جوا بعض، الداخلي من ذهب والتانيين من خشب مذهب. على وجه الملك قناع من ذهب، وعلى الموميا قطع من الحلي والتمائم، وحط دفن قصير من الخشب المذهب بداخل غرفة الدفن. تمام اجيبك من كل الزوايا. يا زهرة اجمد يوتيوبر يا عم. رمسيس الثالث، فاكرين اللي قلت لكم في اول يوم في الرحله انه كان obsessed برمسيس الثاني؟ هو ده. بالمناسبه اتعمل عليه مؤامره حريم وحاولوا يختلوا، لكن في اراء بتقول انه نجا من المؤامره دي واتدفن في مقبره KV11، بس مومياو اتلقت في خبيئه بمقبره امنحتب الثاني.
مرة أخرى. ايه يعني ما اعمل فلوج يعني؟ مش شايفه مشاكل. او انا في الصحراء وجبال كتير. حرفيا. لا يا رب يا رب اي حاجه تنجدنا من هنا يا رب. بس تمام يعني الاجواء لذيذه عشان نيجي الاقصر كل يوم. وانا متوتره جدا ان انا بصور وبتكلم قدام الناس، بس واي نوت. حد مهتم؟ حد مهتم؟ ايه؟ هتطلعوا في الفلوج بتاعي كلكم يا ولادي. بالمناسبة المقابر مفتوحة بتتغير كل سنة على ما أتذكر عشان من الرطوبة. المهم خلصنا المقابر وطلعنا على الملكة. هنرجع للباص دلوقتي. صباح ايوه ايش كده ظاهره في الفيديو متنحه. صوريني. قيمي المقابر. مين؟ المقابر 10 من 10. مرتاح كتير فمش قادره بصراحه. طب يا جدي والله. يسطا ما اعرفش. اتصورت مع جد توت عامة فتمام. انا وجد توت بص خلاص. حتشبسوت أو باسم التتويج بتاعها معتكارع هي إحدى ملوك الأسرة 18، ووالدها تحتمس الأول كان عايزها تحكم لوحدها، لكن خاف لأن حكم مصر كذا ست قبل كده والنتيجة كانت غير موفقة. المهم حتشبسوت بعد ما أخوها اللي هو جوزها مات بقت وصية على ابنه اللي هو تحتمس التالت، وهو اللي كشط أسمائها. توت في معبد حتشبسوت برضه. كلنا في معبد حتشبسوت عامة. بس بجد كان لازم حد يشغل الأغنية كان المفروض تبقى الباك جراوند بتاعت المكان. هي الشمس في كل حتة. المهم بنمشي على صباح أنا والمعبد لو سمحت يلا. مع الناس دي كلها موجودة. شكرا. حبيبي استني الكاميرامان بتاعها. كريدتس لصباح. كاميرامان ليه؟ انا كاميرا وومن. ونرجع لشرح المعبد. في نهاية فترة حكمه خوفا من ان حد بعد كده يجي يقول انه وريث حتشبسوت، نروح نشوف معبدها بيقول ايه. عملت معبد جنائزي في البر الغربي متسمي دلوقتي معبد الدير البحري، وصممه مهندس اسمه سن الموت. رايحة فين؟ المعبد؟ أنا حبيبي تسلم. دي يا جماعة صباح وهي فقدت الشغف. وقفي بقى اثبتي. هو في الفيديو عامة بس هنقصك منه يعني، هناخدك سكرين شوت. مش مهم تعالى. حلو. احنا يا شمس مش عامله حالي فاهمه، بس انا المعبد ده اللي قاهرني قوي والله. يعني ايه بجد؟ ده معبد في ترمين وفي الاخر بيقول لي قدرت اصلا. المهم ده معبد منت حتب التاني وطلع ما فيش حاجه. احنا درسنا كميه حاجات صار شو هو اصلا اوريدي مش موجود. وبعدين احنا بنخمن يا اسطى، احنا مش ضامنين ده هرايم ولا لا. حسبي الله. هو مش موجود بس احنا عرفنا. انا مالي. بعد ما قلت
معبد منتحتب التاني من الأسرة 11. فعمل لها معبد مكون من 3 طوابق يربطها سلالم بتقسم كل طابق لرواقين. المعبد منحوت في الصخر وفيه مجموعة مناظر. الطابق الأول مناظر نقل مسلتين من أسوان للأقصر حيث أقامتهما في معبد آمون رع بالكرنك بين الصرحين الرابع والخامس. الطابق الثاني فيه مناظر حملة بلاد بونت ودي حملة تجارية ومناظر الميلاد المقدس، وبالمناسبة مقبرتها في وادي الملوك رقم KV20. بعد ما خلصنا معبد حتشبسوت اتجهنا للمكان التاني، بس عشان تعرفوا روحنا فين استنى الجزء التاني من الفلوج. وبس كده، يا رب تكونوا اتبسطتوا في الفلوج ده ويا رب يكون عجب. باي. الله عليك يا ست والله. بأمانة كلف كام بقى المبنى ده؟ ماكسيمال حصل عامة عشان اي حد ما جاش حتشبسوت ما تكلمنيش. صح؟ ما تكلمش حد. كلم حد يكلم حد يكلمني. صباح الفل. طبعا خلصنا مع بعض حتشبسوت. معرفش ما فهمش، مش مهم. محدش مهتم. ربنا يسهل وبس.